الباب كويس وتعالى يا عارف. افندم السهانم. انا بقالي 4 ايام ما نمتش يا عارف. ما انا واخد بالي يا استهانم. في ايه يا فندم؟ الموضوع القديم قوي. كل شيء راح وانتهى يا استهانم. الراجل اللي اسمه صقر قابلني بالصدفة. ما دام صدفة يبقى هيروح زي ما جه. ما هو اصله قابل وفاء تاني في الاسم. راح لها؟ لا يا عارف، ما راح لهاش. اتضح انه كان مسجون ولازم يروح الاسم كل يوم يمضي هناك علشان متراقب، ومعنى كده انه هيشوفها هناك كل يوم. انا خايفة وكان لازم احكي لحد علشان استريح يا عارف. انا خدامك يا استهانم. اعمل ايه؟ ما تخافيش يا استهانم، خايفة من ايه؟ كل شيء راح وانتهى وفات من سنين طويلة. انا خايفة اللي بنيته يتهد. صحيح انا بنيت حياتي على خطأ، لكن كل شيء عملته بعد كده كان صح. كل شيء سليم 100%. ربنا غفور رحيم يا استهانم. عايزة أعيش بقية أيامي سليمة. مش عايزة أي هزة تحصل في حياتي أو حياة بنتي. ده أنا الموت عندي أهون. سيادتك مهولة المسألة يا استهانم. ما تخافيش، ما فيش حاجة أبدا هتحصل. اللي رابط الشيء العظيم في حياتي بالخطأ القديم شعرة رفيعة. طلب من ربنا إن الشعرة دي تفضل ثابتة. إن شاء الله ما فيش حاجة هتحصل أبدا يا استهانم، وإحنا نسينا خلاص. اسمع، أنا جات لي فكرة. خير يا استهانم؟ هتعرفها بعدين. أيوة هتعرفها بعدين. لازم يعرف أدافع عن حياتي وحياة بنتي. لازم أكون أنا وبنتي في مأمن من كل شر. كل واحد بيغلط ويرجع. أنا تعقبت كفاية وتعذبت كفاية. أفتكر دفعت الثمن. صحيح المجتمع ما خدش حقه مني، لكن أنا رديت للمجتمع وللناس حاجات كتيرة. هون على نفسك يا استهانم، ما فيش حاجة. يا رب عارف، يا رب. أعمل لساتي كوباية ليمون. عارف. أفندم استهانم. انسى اللي قلته لك دلوقتي. كل اللي سيادتك بتقوليه بنساه بعد ما اسمعه. أصيل يا عارف. ماما ماما. وفاء جت. افتح الباب، افتح الباب. انت فين يا حبيبتي؟ الله، ايه ده؟ ايه في ايه؟ انت بتعيطي يا ماما؟ لا لا ابدا حبيبتي. الله، ايه اللي مزعل ماما يا عم عارف؟ انت قلت لها حاجه تزعلها؟ انا اقدر استهانم؟ روح انت يا عارف. انا عايزاكي في حاجه مهمه يا بنتي. يا ماما حبيبتي وفاء، انا شايفه ان جوزك مش ميال قوي لشغلك. ازاي يعني؟ دايما مش معاكي في المناقشات وحاسه ان هو شايف ان ما فيش داعي ابدا لشغلك ده يا بنتي. يا ماما؟ بالنسبه للمناقشات الخلاف في الراي ده مش معناه اننا مش متفقين، لا بالعكس. انت عارفه انا بحب يحيى قد ايه،